السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كوكيز، طريقة ان شاء الله سهلة وبسيطة وتطلع معانا مقرمشة وهتعجبكم بإذن الله. هنسمي الله وهنقول المقادير. معانا كوب ونص دقيق، ونص كوب سكر بودرة، نص كوب سمنة أو نص كوب سمنة على زيت، وبيضة وشوكليت شيبس وبيكنج باودر وفانيليا. وهنجيب بولة وهننزل بالسمنة والسكر البودرة، وهنضرب كل ده مع بعض كويس بالمضرب اليدوي. وبعد كده هنضيف البيضة وهنضرب كل ده كويس، وهنحط كيس الفانيليا، وبعد كده هننزل بالدقيق، وهنضيف معاها معلقة بيكنج باودر، وهنا هنقسم العجينة نصين علشان هنعمل طعم شوكولاتة وطعم فانيليا. لو انت حابة تعملي كله طعم واحد زي ما انت عايزة. والنص الاولاني هنضيف عليه معلقة كاكاو خام عشان يدينا طعم الشوكولاتة، والنص التاني هروح حاطين عليه معلقة دقيق علشان العجينتين يبقوا متساويين زي بعض اللي هو الفانيليا. وده شكلهم بعد ما خلطناهم كويس. وهنجيب صاج وهندهنه معانا بالزيت بالشكل ده، وهنبدأ نشكل العجينة على شكل كرات صغنونة ونبططها ونحطها في الشوكولات شيبس. وبعد ما نرص معانا العجينة كلها بالشكل ده، وبعد كده هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني. تقريبا هتاخد منك وقت ربع ساعة. وكده خلاص استوت معانا، وهنبدأ نطلعها من الفرن. وبعد ما تخرج بتحسيها طرية، بس بعد ما بتاخد معانا درجة حرارة المطبخ بتبقى جميلة ومقرمشة قوي. ودي كانت طريقة الكوكيز بتاعنا النهاردة، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة بجد، وتعمليها مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وبجد هتعجبك جدا، وبجد طعمها مش مختلف خالص على اللي انت بتشتريه من بره. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي، واشوفكم الفيديو الجاي في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.